السلام عليكم، انا غيتا. حابه نحكي لكم قصتي اليوم من البدايه. نشأت في واحد الدار محافظه ومحترمه وسط واحد العائله كبيره ومحبه. احنا 8 بينا، الاخوه والاخوات، وتربينا على الاخلاق الطيبه والانضباط. كانت حياتي مليانه حب ودعم من الوالدين، والجميل انهم علموني نعتمد على نفسي ونكون مستقله. وبعد وفاه الام ديالي حسيت بواحد الفراغ كبير. كان حضنها هو اللي كيدفيني، وابتسامتها هي اللي كتملأ البيت ديالنا. والفقدان ديالها خلاني نحس بالوحده. كنت محتاجه لحياه مستقره، شخص يشارك معايا احلامي ويكون سند ديالي. وفي وسط هاد الظروف تعرفت على رجل من الخارج. كان كل شيء مثالي، ملتزم محافظ هادئ، وكأن القدر بعثو ليا. وفي الوقت المناسب تقدم وخطبني وتزوجنا بسرعه. الدار ديالو كانت قديمه ومجهزاش، حتى الغرفه ديال النوم اللي تيجهزوا الرجال ما لقيتهاش مجهزه. رغم اني عندي امكانيات قبلت بكل الرضا، وبديت كنحاول نهيئ معاه بشويه بشويه باش نعيشوا حياتنا سويا. كنت متفائله، كنت كنحلم بحياه هادئه وسعيده. شي حاجه غريبه طريقه التصرف ديالو. كنحس ان كل شيء ماشي مجرد حب صافي، وان الطريق قدامنا ما غاديش تكون سهله كما كنت نفكر. مع مرور الايام بديت كنكتشف ان الحياه مع الزوج ديالي ماشي كما كنت نحلم. من الخارج كان كيبان هادئ ومهذب، ولكن مع الوقت بان لي بروده عاطفيه كبيره. حتى الفراش ديالنا ما تيعطينيش الحق ديالي. كان قليل الكلام، ما كيشاركني المشاعر ديالو، ما كيحاولش يحل اي خلاف بالكلام او الحوار. حتى ابسط الامور اليوميه كان كيديرها بوحدو، وانا كنت كنحس براسي كاني عايشه مع شخص غريب. حتى لو كانت حياتي ماديه مستقره، ولكن الغياب التام للتواصل والحب خلاه صعيب عليا. كنت كنحاول نقرب منه، نهضر معاه، نفهمه، نعرف السبب. واش مريض نفسانيا او لا عنده شي عقده. نخلق واحد الجو اللي هو دافئ. لكن كل مره كنت كنحاول معاه، محاولتي تيتجاهلها وتينقص من قيمتها. الاصدقاء والعائله كانوا كيقولوا لي غير صبري، حيت هو ما كيضربكش وما كيغوتش عليك وكل شيء ظاهر انه ملتزم. ولكن قلبه كنت كنحس به بارد، ومشاعره بارده وما فيهش اهتمام بالمشاعر. الصبر ديالي بدا تينفد. كنت كنحس بالوحده وسط هذا البيت ديالي. وحتى الفرحه اللي كنت كنعيشها في عملي وحياتي الاجتماعيه كانت كتلاشى ملي تنرجع لداري. وهنا بدات علامات التشويق. الغموض بدا كيكبر. كنحس بشي حاجه مخفيه ورا هاد البروده، حاجه كتخفيها تصرفات والمواقف. مع مرور الايام بديت كنحس بشي حاجه غريبه. كاينه واحد البروده بيني وبين الزوج ديالي، وحتى الشعور ديالو دائم بالوحده وسط الحياه الظاهره مستقره. كل مره كنسول راسي واش هادشي طبيعي ولا كان شي حاجه كيخبيها عليا. ولاحظت ان الزوج ديالي كان كيعطي اهتمام كبير للمظاهر، كيفاش كيبان قدام الاقارب والجيران، كيفاش كيبان في السوشيال ميديا، عنده صفحه في السوشيال ميديا، كيفاش يصور ويبارطاجي التصاور ديالو والفيديوهات ديالو، كيفاش الناس كيشوفوه كزوج مثالي. وحتى في المناسبات كان كل شيء محسوب بعنايه، من الملابس الابتسامات مع الصور اللي كيشاركها في الفيسبوك والانستغرام، حتى الترتيب المنزل، كل شيء باش يحافظ على صوره الاجتماعيه. وهذا الشيء خلق لي مشاكل كبيره في خاطري. اما الداخل ديال البيت واحد البروده كان ظاهره، الحوار قليل، المشاعر ناقصه، وحتى الاهتمام ديالو كان محدود جدا. اي محاوله مني باش نقرب منه ونحسه بالحب كان كيوجهني بصمت وبروده. وكنت كنلاحظ فرق كبير بين الحياه الخارجيه ديالو اللي كيبان فيها زوج مثالي، والحياه الداخليه ديال البيت اللي كلها بروده وعزله. كل مره كنت كنشوف فيه كيهتم الصور ديالو المثاليه امام الناس، كان قلبي تيتقطع، لاني عرفت ان الحب الحقيقي اللي كنت كنتخيله غير موجود. وليت كنحس به اي حركه صغيره مني في النجاح ديالي المهني، اي احتفال صغير، اي لقاء مع صديقاتي، كان كيتصرف بطريقه غريبه، كانه مركز فقط على السيطره على الصور الاجتماعيه بيني وبينه اكثر من الاهتمام الحقيقي بيا. بديت كنحس بخيبه امل كبيره، لكنها بنفس الوقت ما قدرتش نهمل شعوري الداخلي. كل ليله كنت كنفكر واش نقدر نعيش حياتي هكا مع واحد الشخص اللي كيهمه فقط المظاهر. وفي هذه اللحظات بديت كنتساءل، واش نصبر ونكمل مع حياتي، واش نصبر ونكمل مع حياة مثالية ظاهريا ولكن بارد ومسيطر على كل شيء، ولا ناخذ قرار صعيب ونواجه الحقيقة ونبحث على الحرية والعاطفة والسعادة الحقيقية. التوتر في الداخل ديالي وصل لواحد الحد ما تصوروش قداش. كل يوم برودة كتزيد. كل مرة المظاهر كتكشف لي الفرق بين الحب الحقيقي والصور اللي مهتم ليها بزاف الاجتماعية. وكل مرة كنت كنحس بالقلب ديالي كيتوجع اكثر،
وفي واحد اليوم هذا قررت انني نواجهه مباشره. جلست معاه وقلت ليه بصوت ثابت رغم الخوف اللي كان في قلبي: خاصنا نهضروا بصدق. كل يوم كنشوفك مركز على الصور الاجتماعيه والتواصل الاجتماعي، كتحاول تبين قدام الناس زواجنا المثالي، لكن الحقيقه بعيده عن الحب والدفء اللي تتوهمهم بها. انا محتاجه نعرف واش هاد العلاقه حقيقيه ولا غير مظهر. هو يتفاجئ بكلامي ولكن بدلو وما نكرش، بدا كيعترف بطريقه غريبه. قال لي: صحيح انا مهتم بالمظاهر بس باش الناس يشوفوني كيف ما بغيتهم يشوفوني، ولكن القصد ديالي ماشي نأذيك. وهنايا شعرت بصدمتين: الاولى لاني عرفت الحقيقه كامله، والثانيه لاني شفت انه رغم الاعتراف ما كانش قادر يغير حتى حاجه. المظاهر كانت اهم عنده من الحب الحقيقي. قررت انني ما نعيش هاد الحياه ديالو، اخترت ان نفرض حدودي ونحمي نفسي. بديت نبني واحد المساحه خاصه داخل البيت ونركز على عملي واصدقائي. اي تصرف تيحاول انه يتحكم فيا او في المظهر ديالي او يسيطر على حياتي كنت كنوقفه بحزم. وليت كنتسائل واش نبقى مع هاد الشخص اللي يهتم فقط بالمظاهر، ولا نبحث على الحياه ديالي اكثر دفئا وفي الحب الحقيقي. وبعد هاد الصراع الطويل مع الحقيقه قررت ان الحياه ديالي كتستحق اكثر من المظاهر الاجتماعيه والبروده ديال القلب. اخترت انني ناخذ هذا القرار اللي صعيب، هو الطلاق. ما كانش القرار سهل، ولكن شعرت انه الحل الوحيد باش نحمي نفسي ونحافظ على كرامتي. ركزت على حياتي المهنيه وصحتي النفسيه واصدقائي الحقيقيين، وبديت تنبني حياتي بطريقه مستقله وحره. اكتشفت ان القوه الداخليه ما كنتش نعرفها، وكيفاش يمكن لاي شخص يكون ضعيف امام الطموح ديالو والاحلام ديالو. كنت نحلم انه يتبدل ويولي واحد الزوج اللي هو مثالي. حاولت معاه مرارا وتكرارا، حاولت معاه بشتى الطرق ولكن بدون جدوى. هو قرر انه يختار السوشيال ميديا وحياته ديال المظاهر، وانا صراحه عكس هذا الشيء. وهنا اكتشفت ان القوه الداخليه ما كنتش كنعرفها، وكيفاش يمكن لاي شخص يكون ضعيف امام الطموح ديالو والاحلام ديالو. وهاد الحياه اللي عشتها وهذا الشيء اللي وقع ليا تعلمت منها واحد العبره: ان الحب الحقيقي ما كيبانش غير بالمظاهر. المظاهر الاجتماعيه اللي تتعكس عمق المشاعر. حمي نفسك، والحدود مهمه حتى لو كان الشخص تيبان انه مثالي للاخرين. كرامتك وسعادتك اهم شيء، ولان بزاف ديال الناس منا ولا تيميلوا المظاهر اكثر، فكرامتك وسعادتك هي اهم شيء. وكل تجربه صعيبه كتعلم منها درس وكتزيدنا نضج. هنايا غنقول لكم: خسرت الراحه الزائفه ولكن ربحت حريه والسعاده الحقيقيه. فقولوا لي هاد القرار اللي خديت واش صح ولا غلط؟ وانتم في بلاصتي، انتم الا كنتوا في بلاصتي كيفاش غادي تصرفوا وكيفاش غادي تاخذوا القرار ديالكم؟ واش غترضاو نفسكم انكم تعيشوا مع واحد الشخص اللي هو اهتماماته كلها المظاهر والسوشيال ميديا وبارد من ناحيه المشاعر ديالو والنحو ديالكم، او لا غادي تقرروا القرار ديالي او لا تاخذوا القرار ديالي اللي هو الطلاق، وتقرروا انكم تعيشوا حياه سليمه ديالكم وتقلبوا على الراحه والحب في جهه اخرى؟ ما تبخلوش عليا من الراي ديالكم لاني غادي نتسنى الاراء ديالكم في التعاليق.